خير عليكم، مرحبا بكم في قناة مفاتيح منزلية. اليوم عندي وصفة تحلية تتم الوصفات تاع الصيفية. مادام حنا رانا في الصيف خاصنا نديرو حاجة خفيفة وبنينة. عندنا هاد الليمون اللي شاربات يجي خفيف خفيف بزاف، ويجي حبة غير بحبة ليمون يدير لنا لتر ونصف نتاع الشاربات. وعندي هاد الوصفة اللي هي كيك اللي دايره كيما لي طرونش تاع الباتيسري، وتجي خفيفة وبنينة ومشربة. وان شاء الله تجربوها وتردوا لي الخبر، لخاطرش راكو غادي ديروها وما تندموش، وتقطع لنا بكميه كبيره، سورتو مادامنا في الصيف تفرحوا رواحكم مع الحباب مع العائله. وهاد الوصفه نحتاجو عندي 2 حبات بيض على درجه حراره المطبخ، 2 حبات صغار، ولا عندي كاس اللي يرفد هذا ثاني يرفد 200 مليلتر درته سكر، ونديرو رشه ملح ونضربو بالباطون مليح مليح. نضربوا البيض مع بعض حتى يتجانس، ونزيدو الزيت غير بالعقل، داك الكاس اللي عبرنا به السكر نعبرو به الزيت معمرنا نقصنا منه قيمه صبع، ونزيدو نخلطو بالباطور اللي ما عندهاش الباطور بالفوي حتى يولي لنا اللون ابيض ويتجانس لنا الزيت ما ترميش اختي على ضربه واحده، رمي غير شويه بخطره شويه شويه حتى يتجانس لنا هذاك الزيت. كيما راكي تشوفي كل مره راني ندير شويه وندرب الباطور، واللي ما عندهاش الباطور دير بالفوي وتضربيه مليح مليح. هنا ما بغيتش نقلع لكم المقطع باش تشوفوا تضربوا مليح، باش الزيت يتخلط لنا مليح مليح مع المكونات. عاودوا نزيدوا الزيت المره الاخيره ونضربوا مليح مليح. وهنايا نزيدوا لاغوم ومنه شوف اكستري ومنه ملون عطر الفراوله، راني درت منه كميه باش يعطيني منه الذوق ومنه اللون. وعندي مبشور ليمون، مبشور راني ما درت لكمش، هنا مبشور ليمونه. وعندي كاس حليب ماشي دافي، كاس حليب. وهنايا كيما خلطتهم كل شيء مع بعض عندي الكاس 2 كيسان فرينه، 2 كيسان فرينه، وغربلتهم مع باكي ونص تاع لا ليفور شيميك ونديرو. عندي الكأس الاول كان معمر والكأس الثاني خليت منه شويه، وانتي تشوفي القوام. وهنايا ها هي القوام نتاعها. هنايا عندي البلا راني رشيته بالزيت شويه فرينه، وراني حطيت الخليط والكوشه نتاعي تكون سخونه بزاف، ومن بعد نقص عليها تولي 180 درجه، نطفيو من الفوق ونشعلوا عليها ونخلوها طيب، ما تاخذناش مده كبيره. كي نحسوها طابت نطفيو عليها. هنايا بدينا نحضروا في الشونتي، كريمه الشونتي. درت كاس ما بارد، زدت 2 مغارف نتاع فلون فراوله خلطتهم مليح، وزدت لاغوم نتاع فراوله كذلك وخلطتهم مليح، وزدت الكاس هذاك ثاني بودرة الشونتيي رانا درناها في لاغوسات اللي قبل هذا. حنا زدنا هنا غير الفلون، خطا اللي فات درنا الشوكولا وهنا زدنا الفلون. هنا خلطنا الكريم شونتيي حتى ثقالت معانا، وهنا نخلوها تبرد في الثلاجه. بعد ما بردت لنا هذه الكيكه رانا خاص تبرد مليح 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 مليح. انا هنايا بقينا بالفرشيطه نديرو فيها، ونبدي ندير لها في الشربات عندي كاس سكر 2 كيسان، ما خليتهم يغلوا واحد 10 دقائق، طفيت عليهم خليتهم يبردوا، ودرت لهم هنايا الاكسترين تاع الليمون وبديت نشرب فيها. والتشريب اختي شحال ما بغيتيها زعما دايره بزاف فيها الشربات بزاف ما يديرش. المهم شوفي الشربات تكون بنينه، والكيكه تاعنا هذه لاباط تكون عندنا بارده بزاف ماشي سخونه باش ما تعجنناش، ونبدي نشرب فيها، شربيها بالعقل. هاني بديت هنايا نشرب فيها كل واحد كيفاش يبغي. هاني شربتها هنايا نكون خليت الكريم شونتي تاعي بردت في الثلاجه، راني قلعتها وراني نحط فيها، ومن بعد نبلاطيها كاع ونردها تبرد في الثلاجه طبعا حتى تبرد معنا في المجمد، حتى تبرد معنا، وخلي شويه للتزيين. وشوفي تبلاطيها بالسباتيلا كيما هكذا
حتى تسويها نيشان. شوفي أنا بلاصة جات عندي مايلة، لخاطرش كلشي مايلة، جات بجهة مايلة وجهة عالية، المهم نتيا الكريمة هي اللي دير لك. هنا نخلوها في الفريجيدان تبرد ونفوتو للعصير. هنا عندي حبة ليمونة جامدة، قصصتها لي طرونش، قلعت منها الزريعة ودوك نديرها في الاشوار. هنا جامدة قاع، ها شوفي ديروها في الاشوار وزيدوا معاها كاس سكر وكاس نفس الكاس اللي فد 200 مليلتر ندير فده ماء بارد ونطحنوهم في الاشواح حتى تنطحن معانا، ونزيدو عليهم الكميه الاخرى اللي هي اللتر تاع الماء ونخليها. شوفي نزيد عليها اللتر تاع الماء اللي كان متبقي معانا نزيدوه كاع كلشي نزيدوه ونخلوها تروبوزي شويه، خاطر شحال ما قعدت هذه يجي عندنا شربات وبنين وشباب، ونرافقوا مع هذيك التحليه ونديروا فيه مع قطرات تاع لاغوم تاع السيترون نعمروه في القرعه كيما راكي تشوفي ونخلوه يبرد في الثلاجه. خلوه يريح، شحال ما ريح شحال ما جانا بنين. وهنايا جبت هنايا الصينيه تاعي تاع التحليه هذه، وبديت جبدتها وبديت رفدت الخدمين تاعي وبديت نقصص فيها لي طرونش متساويين هكا باش يجونا كيما لي طرونش تاع الباتيسري، وتجي والله لا بنينه ما شاء الله، تاكلي منها وما تشبعيش. شوفي اختي، ولا ما عندكش هذا الشونتيي قادره ديري الفلون تاع الشوكولا تخدميه نورمال، تزيدي معاه مغرف مايزينا وتزيدي معاه مغرف سكر وتحطيه فوق هذيك لاباط بعد ما تكون بردت، وتردي تاني للفريجيدان تبرد وتزوقيه كيما تبغي. هنايا راني قصصتهم هنا لي طرونش، وديك الكميه اللي بقات لي تاع الشونتيي زدت لها فيها شويه كولورون وراني ندير هنايا في الزيكزاك كيما راكي تشوفي، وزوقتها بحبات الكرز. وتاكلوها بالصحه والراحه وجربوها. هذه التحليه شابه بزاف كيما هذيك التحليه اللي درناها هذيك تاع الشوكولا، طعم روعه، ما حاجه بارده ما تحشميش تحطيها لحباباتك لصحاباتك، حاجه ما تحشمكش وبارده وبنينه وما تاخذلكش الوقت تقطع لك كميه كبيره. وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه، وما تنسونيش باللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والاشتراك طبعا، وبارطاجيوه في الفيسبوك في الميسنجر مع صحاباتكم مع احبابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.